بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على من ولد يتيما وعاش فقيرا، على من تلقى نعيه حال حياته، فناداه ربي قائلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أصلي صلاة كمال وسلام كمال على من صلى عليه ربي والملائكة الكرام. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا من قلت وأنت أصدق القائلين: صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت يا رسول الله، أي دفنت في أبواك التراب، كيف لصلاتنا أن تعرض عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما بالكم بمن صلى بهم إماما وهو النبي. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من صلى علي حين يمسي 10 وحين يصبح 10 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. تاني عشان تصلي عليه، قال: من صلى علي حين يمسي 10 وحين يصبح 10 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك وعلى آل بيتك الأطهار والمصطفين منهم والأخيار. وأكرم الله من سمع اسم النبي المختار وصلى عليه. أهكذا مصير كل إنسان أو كائن حي. ما أحد على الدنيا بباق، ولا الدنيا باقية لأحد. لا أحد على الدنيا باق، ولا الدنيا باقية لأحد. ولو هناك أحد أولى بالخلود لم يكن أفضل من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أحد في الدنيا مخلد وأولى بالخلود لكان حضرة النبي. فالكل ميت، صغير أو كبير، غني أو فقير، قوي أو ضعيف، رجل أو امرأة، لأن ربي كما ذكرت كتب على نفسه البقاء وعلى عباده الفناء. فلا أحد على الدنيا باقي. ومن هنا رسالة لكل عاقل يعلم بأن الموت في انتظاره. دي رسالة لكفر الحج حسن، بل للدنيا بأكملها. انت عارف انك هتموت، انت تعلم بانك ميت، لان ربنا قال لسيدنا النبي ايه؟ انك ميت وانهم ميتون. ومن هنا طالما حضرتك عارف انك ميت، ليه بتشهد زور؟ ما توحد العزيز الغفور. لما حضرتك عارف انك ميت، ليه بتاكل المواريث؟ لما حضرتك عارف انك ميت وموقوف للحساب بين يدي العزيز الوهاب، لماذا تظلم اخوتك في تقسيم المواريث؟ لما سيادتك عارف انك هتروح هناك من غير مال ولا درهم ولا طعام ولا شراب،
انت حضرتك بتشهد زور عشان ايه؟ بتقف تغير الحقيقة لباطل عشان ايه؟ عشان ترضي واحد صاحبك في الدنيا؟ طب ما الاولى ان ترضي العزيز الغفور. حضرتك بتشهد زور عشان اخوك ولا ابن عمك ولا جارك ولا حبيب ليك في الدنيا؟ ان كنت تخشى الناس فالله احق ان تخشاه. هتقف هناك ويحاسبك الله على كل شيء، صغير وكبير، فتيل وقتمير. ان شاء ربي عذبك وان شاء رحمك. يا عمي ما احنا عارفين ان احنا هنموت، احنا عارفين ان احنا هنتلف في الكفن ونحمل على الاعناق ونوضع في التراب، لا احد معنا الا العمل الصالح. طب لما حضرتك عارف الكلام ده ومقتنع بالكلام ده، ليه بتغير في شهادات وتغير الامانات وتاكل المواريث وتكذب على الله ومقطع صلة الارحام ومشاكل مع اخواتك ومشاكل مع جيرانك ومغير كل الحقائق؟ ومن هنا رسالة باتصال من احد الناس عشان تعرف سيدنا النبي بيقول ايه من حديث ابي عبد الرحمن، يقول: كنا قعودا عند حضرة النبي محمد. كنا قعود عند مين؟ عند سيدنا النبي محمد. فقال النبي: الا ادلكم على اكبر الكبائر؟ اعرفكم ايه هي اكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. اسمع بعد ما توحد الله، الشرك بايه؟ بالله. وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاعتدل. قال: الا وقول الزور، الا وقول الزور، حتى كنا ليته سكت. حتى قلنا ايه؟ ليته سكت. وربي في كتابه يقول: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. حضرتك متخيل لما تزيف الحقيقة في شهادة زور ان انت بتدري على ربك العليم العلام؟ عملت حساب واحد في الدنيا، ما عملتش حساب ربي وهو يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما استمعتش لقول ربي وهو يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طب اتغير عشان ايه؟ احد الصالحين بيسألوه: تعرف فلان؟ قال: نعم. قال: وما شهادتك فيه؟ قال: اشهد بما بصرت ام بما سمعت؟ يعني ايه الفرق بما بصرت او سمعت؟ ايه الفرق بين النظر والسمع؟ قال: ان شهدت بما سمعت فربما قد اخطئ. لما اسمع ممكن اغلط، ممكن يبلغني حاجة غلط، انما حينما اشهد بما نظرت فاشهد بما قال الله وقال رسول الله واشهد بما رأت عيني. يبقى في فرق في شهادة بين السمع وما بين النظر. احد الاخوة اتصل بي وارسل الي رسالة نصها كالاتي عشان كل واحد يبطل شهادة زور، عشان كل واحد يعرف بانه بين يد الله مسؤول. اوعى تجامل حد على حق رب العباد، اوعى تظلم حد عشان تراضي واحد جارك ولا اخوك ولا ابوك بشهادة زور. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تاني: لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك، الظالم نايم ومرتاح، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنم.
عين الله ايه؟ ما بتنامش. يا عم انا ما شدتش زور، ما انت كنت بتعمل ايه؟ زي واحد بساله كده، اسمع كده بعد ما توحد وتصلي على سيدك محمد، لان الامر خطير والكل بقى بيشتكى. ما تجيش النهارده حضرتك تقول لي الاسعار غليت وتقول لي مش عارفين نعيش والمرتبات مش مكفيه والحاله كلها في النازل. اقول وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. تاني، وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اللي حضرتك فيه دلوقتي احنا السبب فيه. اللي احنا فيه دلوقتي من وباء وبلاء وأمراض وضيق في الرزق احنا السبب فيه. لأننا لو اصطلحنا مع الله لأعطانا الله فوق ما نتمنى، ولكن القلوب غفلت عن ذكر الله. بقى الاخ بيقف قصاد اخوه في المحكمة وبيشتكيه، وربي وحضرة النبي قد اوصى بالاخ. تلاقي الابن بيشتكي ابوه بيحجر عليه في المحاكم، ونهانا عن كل ذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تيجي الواحد شاهد زور تسأله يقول لك يا عم الشيخ الحسبة مش زي حسبتك انت ما بتشرح. طب يا عم الحلو يا اللي وقفت في المحكمة والشط زور ما تعرفني ايه القضية بتاعتك. اسمع علي بعد ما توحد الله. رجل وزوجته حصل بينهما مشادة ادت الى الطلاق. ركز معايا كده بعد ما توحد الله عشان تعرف ان شاهد الزور يتحايل على الله ويغير الحرام الى حلال ويظن بانه صادق فيما يقول. مشادة بين زوج وزوجة ادت الى الطلاق. الزوج يعيش في منزل زوجته، يعني قاعد عند زوجته، المنقولات كلها موجودة عندها، المنقولات تحت يد الزوجة لانه عايش عندها. فلما حصلت طلاق طبعا كل واحد خد الحاجة بتاعته، فصاحبنا حمل مع الراجل العزال والجهاز بتاعه. وبعد ايام قليلة عاد الزوج الى زوجته، يبقى رجع الحاجة تاني ايه الى اصل حقيقتها تاني. عشان نركز، راجل متجوز وقاعد عند زوجته، حصل مشادة فأدت إلى الطلاق، فحملوا العزال، كل واحد خد الحاجة بتاعته بالتراضي وكل واحد راح لحاله. فواحد من اللي واقفين بيحمل الحاجة ديت حمل معاهم. بعد سنة واثنين وثلاثة حدث نفس الأمر وأدت إلى المحاكم. مفيش طلاق بقى اهو، راحوا فين؟ المحاكم. العزال كهيئته زي ما هو. راح صاحبنا دخل المحكمة، القاضي بيقول له تحلف؟ قال له احلف. قال له احلف. قال له والله العظيم اقول الجد. العزال تاني مرة ما خدهاش، هو حمل معاه اول مرة، تاني مرة ما اتخدتش. فقال له انت حملت معاهم العزال وزوج قال له حملت معاهم. وديت؟ قال له وديت البيت. فبسأله بقول له حضرتك بتحلف على اي قسم في الاثنين؟ على الاولى اما نحن فيه. انت بتحلف على اي مكان؟ قال بحلف عشان انا حملت معاه المرة الاولى. طب ما هو القاضي بيحلفك في المرة اللي انت واقف فيها دي. كيف تقلب الحقيقة الى زور بزعم انك صادق على الله؟ واللي يعجبك في شهود الزور ان هم تلاقيهم ناس متعلمة الا ما رحم ربي. تلاقي واحد مدرس معاه جامعة ومدرس في مدرسة اطفال ابتدائي، وواحد تلاقيه بسم الله ما شاء الله حافظ كتاب الله من الجلدة للجلدة، وتلاقيه واقف بيغير الحقيقة الى خيال ويتحايل على قول الكبير المتعال. شوف لما يكون راجل مدرس ملو هدومه بسم الله ما شاء الله معاه شهادة جامعية ويدخل قدام القاضي ويخرب بيوت. كم من شهادات خربت بيوت ودمرت أسر، كم من شهادات أكلوا بها الحقائق وزيفوا بها الحقيقة، كم من شهادات زور أكلنا بها البيوت والمواريث. ولكن أنت تريد وأنا أريد وربي يفعل ما يريد. عمرك ما تلاقي شاهد زور ربنا مبارك له في حياته.
عمرك ما تلاقي شاهد زور ربنا مبارك له في بيته. دايما ربنا وعدهم بالامراض.